كل بيت القصيد من يدنا لا يد المقدام مولى الجمال. خير الرجال الوفيه جيد من ظهر جيد، ونشهد انه من اهل الحرب واهل البساله. راعي المخوه متى ناديت له ما يحيد، في وقفته كالاسد شامخ شموخ الجبال. هذه القصيده كتب كلمتها الشاعر ابو مالك الحشف، مرسله للشاعر ابو نايف هيثم المناري. والقصيده تحكي وتعبر بما فيها. هذا البدء ويليها الجواب. يلحنها محمد العباسي ويعزفها بالعود الفنان احمد مروان، وبالايقاع خالد طارق. قال الحشف يا رسول جل بيت القصيد من يدنا لا يد المقدام مولى الجمال. خير الرجال الوفيه جيد من ظهر جيد، ونشهد انه من اهل الحرب واهل البساله. رعى المخوه متى ناديت له ما يحيد، في وقفته كالاسود شامخ شموخ الجبال. ابن المناري رجل مقدام بأسه شديد، وطيب هيثم قده من طيب عمه وخاله. من بعد يا هيثم اسمعني عسى تستفيد، اتمعن البدع للبداع واقرا مقاله. انا اعرفك ذي بشواعر حر نشمي اكيد، ما قد تجاهلت شاعر في زوام الوباله. نصيحتي لك تجنب كل صاحب بليد، ولا تساير ثعالي الغدر واهل الفساله. ذي مثلهم يا صديقي رشابة مبيد، واترك ردي البشر والمفسال والحثاله. خلك على مبدأك رجال قول سديد، سع والدك ظل مقدام الإبا والرجاله. منع على مبدئي بظل وابقى شديد، ولا اوطي براسي يوم الاهل العماله. موضيت راسي سوى لله رب العبيد، كرامتي عزتي والعز دونه محاله. اساير الجد ولا احيا بعمري وحيد، واتجنب النذل واقطع دابره وسلاله. اي والله. ذا فصل الاول خرج والثاني يسمع وعيد، بيعجبك حين انظم فيه حرف الجزاله. شاعر وانا فارس القيفان فكري مديد، وهاجسي قد سقاني عذب صافي زلاله. كل المغفل فلا
بداله. لابد من يوم تتقارح خشوم الكنيد، والدين لابد ما يديه من حر ماله. أنا رجل لا نوايت أنصع لخصمي وصيد، أحطها وسط كبد الخصم ولا ضحاله. والذيب يا ذيب عمره ما يهاب الشريد، ولا يخاوي سوى الذيب ينشر وكفاله، ولا يخاوي سوى الذيب ينشر وكفاله. بتصيده مثل ما وايل تصيد لبيد، وبندقي قد نوى يقنص عيون الغزاله. وانا الذي للعدا بقطع حبال الوريد، وقول ماجد متى قاله مطابق فعاله. والخصم ساعة حضوري ما بيشعل وقيد، ساعة يراني وتبقى حالاته خس حاله. في قاوع رجال خلفي كيد، يكذب ويمكر ويحكي كل ما هو بباله. هي هكذا حالتي الأنذال بين العبيد، تطبع أطباع أهل الغدر وأهل النذاله. وأنا نصحتك في احذرهم وخلك بعيد، وتجنب الفسل فوضل فرقاته واعتزاله. هذا كلامي لمن مجده بعيني تليد، لك يا المنار يا ابو مالك قد انضم مقاله. والختم صليت مواتر عد رعوده رعيد، على الذي جاهد الكفار واهل الضلاله، على الذي جاهد الكفار واهل الضلاله. وهذا الجواب من كلمة الأخ الشاعر أبو نايف هيثم المناري، ردا على قصيدة الشاعر أبو مالك العشف. يا مرحبا قال ابو نايف بشاعر يفيد، ابياتي جتني توثق فيك درب الاصاله. يا مرحبا ملكنا واشنكو في يرعد رعيد، حي الحشف عدحا وبات الحصى والرماله. مرحب عدد ما رضى وانشاعر بحرف القصيد، وعد ما تمطر الامطار واسقط جباله.
شاعر فريد، ورحب يا جبال العود ساعة وصاله، من بالمراجل تموسك صلب مثل الحديد، دايم على سيرة الأبطال سطر نضاله، يا نسل أسرى عريقة مثل بيت المجيد، مرحوم من ورث الأمجاد في كل حالة. الله ونعم ونعم. يا صاحب الكفو بوصيبك لولد الحفيد، يمشي على دربها ثم قبال استقاله، انحت وصية على واصل بالصخور الشديد، وانتم اهل العرف والمعروف واهل الجمال، وبعدها شل قولي يفيد ولا استفيد، اشتيك تفهم كلامي ما تحصل مثاله. العفو طبع الكريم اللي نوال المصيد، شيمة من الله ورث وورث عياله، ابن الحشف رايته بيضاء وفعله سديد، وماجد الفخر يفخر ما تسطر فعاله، واوصيك يا اخي نصيحة لا تفكر بعيد، وخلي امرك على ربي ووكل وكاله. وانتم بعين المنار كالعصب والوريد، مشتيك تسمع كلام الناس قالت وقاله، ومن نوالك بفوعله يستمر الوقيد، في جوف صدره ويتحسر ويرجع يداله، لا تحسبه قد تهنى في فعل سعيد، في نزغة ابليس زين له بصورة جماله. ومن تهنى بعيشه عاش عيش الرغيد، يحسب حسابه ولا ظنيت انه يطاله، الله يمهل ولا يهمل حميدا مجيد، عافي عن الذنب للمذنب ومعطي سؤاله، والنذل بين البشر عايش مجعجع نكيد، ولو تظاهر بها وقت الجد تظهر فعاله. ومن طعن اخوه ويتمنذل علشان يفيد، مثل الذي قطع والنفس وخزى بحاله، هذا مقالي ولوك بالقلب زايد رصيد،
لك معزة ولا ظنيت فيها إزالة. صلوا على النور ذي حرر جميع العبيد، يا نفسي صلي على طه محمد وآله، يا نفسي صلي